يعني اليوم ده حقيقة في ختامه هو يوم سعيد جدا جدا في حياة الإنسان، رغم ما فيه من شجون كثيرة، خصوصا حينما استعرض الدكتور الفاضل المناضل الدكتور عبد الجليل مصطفى ذكريات النضال بتاعت الدكتور عبد الوهاب المسيري وما تعرض ليه في سبيل إعلاء كلمة الحق والمقاومة والنضال بالكلمة والنزول إلى الميادين والشوارع، وأدمى قلوبنا ودمعت عيوننا بالبكاء وإدهشنا بالبكاء. قد إيه هذا الرجل كان رجلا ذات بعد إنساني عالي جدا، بعد الإنساني عنده الترحمي كان شيء لا يقدر ولا يوصف، ثم انه في ذات الوقت راجل كان ممكن يعيش حياته كلها في صومعة المفكرين والأدباء، ولا يفكر في ان ينزل الى معترك الحياة السياسية ليقع عليه ما وقع من عنت واعتداء من الجهلة جنود الامن المركزي وزبانية التعذيب وحافلة امن الدولة، حتى أنه في يوم من الأيام استحيل وأخذ من مقر من أمام سلم نقابة الصحفيين وناضل من أجل التغيير عبر حركة كفاية، وهو كان منسقا عاما لها، ووضع في سير الترحيلات وتركوه في صحراء مصر السويس، وتسلق إحدى اللوريات التي كانت تحمل مواد البناء. وحينما علمت من قناة الجزيرة في نشرات الأخبار أو على شريط الأخبار في قناة الجزيرة، اتصلت بيه وبقول له دكتور إيه اللي احنا سمعناه النهاردة في القناة الفضائية في قناة الجزيرة؟ قال لي عادي يا صديقي، في ايه؟ قول له انت اخبارك ايه وصحتك؟ انا عارف قد ايه المرض العضال بتاعه، قد ايه حالته الصحية، ده مش انفلونزا، ده عيان بسرطان الدم. فقال لي اطمئن يا ابن عمك، بومب حديد، ان النضال يقوي العزيمة ولا تأبه، واطمئن وانا كويس، وفي اول فرصة ان شاء الله هتشوفني وتطمئن علي. ظل يناضل ويناضل ويناضل، واظن ان لم يتمكن ويرى نور الحرية في حياته ويرى الثورة قد اينعت ظهورها، فاظن انه يقطف ثمارها في الجنة ان شاء الله. فلتنعم روحه بانتصارات ثورة 25 يناير، وليحقق الله أمله ورجاءه ونضاله في شباب هذه الأمة الذي أذهلنا كما أذهل العالم كله بخروجه يوم 25 يناير. ونتمنى ألا يسلب طرف أو فئة أو جماعة أو حزب هذا الشعب حقه في هذه الثورة، وألا يستأثر بها أحد. وأتمنى على الله وأسأل الله أن تتوحد فصائل هذه الأمة وقواها السياسية ومختلف مشاربها، أيديولوجياتها وأفكارها، كلهم يتساموا يتعالوا فوق الأفكار وفوق المصالح الحزبية الضيقة والمصالح السياسية الضيقة، وأن يجتمعوا جميعا على إعلاء شأن مصر وعلى تحقيق غايات مصر وما يصل إليه شعب مصر، حتى تهنأ أرواح الشهداء ويهنأ